لقد توصلنا إلى توافق بشأن المرحلة الأولى من عملية التوسع هذه، بالإضافة إلى المراحل المقبلة التي سنتطرق إليها لاحقا. لقد قررنا دعوة جمهورية الأرجنتين، جمهورية مصر، إثيوبيا، إيران، المملكة السعودية، بالإضافة إلى الإمارات، لتصبح دول دائمة العضوية في مجموعة بريكس. وستبدأ هذه العضوية ابتداء من الأول من يناير من عام 2024. نحن نقدر كثيرا محاولة الدول الأخرى في محاولة بناء شراكات مع دول بريكس، ولقد خصصنا وزراء الخارجية للعمل على تطوير نموذج شراكة دول بريكس، بالإضافة إلى وضع لائحة بالدول الشريكة المحتملة وتقديم تقرير بشأن ذلك بحلول القمة التالية. اليوم سنستضيف قادة من أفريقيا بالإضافة من دول الجنوب خلال المؤتمر حواري منتدى البريكس وأفريقيا، وذلك سيسمح لنا بالحصول على حوار شامل بشأن القضايا الأساسية التي تؤثر بالاقتصادات النامية، التي تعمل على تحديد الأنشطة التي بإمكاننا ممارستها معا، وذلك من أجل تحقيق عالم أكثر شمولية وأكثر شمولية وبدون أي تمييز. أود أن أشكر قادة البرازيل وروسيا والهند والصين، لأننا معا ومع وفودهم تمكنوا من المشاركة في هذه القمة الناجحة والمثمرة. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة الريد نت. لا تنسى الاشتراك والإعجاب بالفيديو ليصلك جديدا.